أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. عاجل وفاة الفنانة نهال القاضي بعد 40 يوما في الغيبوبة. توفيت منذ قليل الفنانة نهال القاضي، وذلك بعد غيبوبة استمرت 40 يوما إثر تعرضها لحادث سير مروع نقلت على إثره لإحدى المستشفيات التي ظلت بها حتى الوفاة. وفي وقت سابق قبل رحيلها نقلت الفنانة نهال القاضي إلى مستشفى آخر بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك لمتابعتها بشكل أفضل داخل وحدة متخصصة توفر رعاية طبية دقيقة. وكانت الأسرة أوضحت في وقت سابق أن الفنانة دخلت في غيبوبة نتيجة إصابتها بنزيف في المخ، وأن نسبة الوعي لديها منخفضة للغاية، فيما أشار الأطباء إلى أن الساعات الأولى بعد الحادث كانت حاسمة لمتابعة تطورات وضعها الصحي. وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أكد في تصريحاته سابقة قبل وفاة القاضي أن النقابة تتابع الحالة بشكل مستمر، مشددا على تقديم الدعم الكامل لها ولكن وفاتها المنية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.